اقنعك في أي مكان عشان اقدر افهمك. اول حاجه بتفليه ليه؟ يعني اقنعني انت بتفليه ليه؟ الا اذا كان مأمل او منتن. ما هو كان منتن يبقى مأمل، وكان مأمل يبقى منتن. فهتفليه ليه؟ ما هي مش هتفليه من فراغ. من فراغ دي ما تقنعنيش بيها. ان اذا كان رسولك منتن فهي كانت بتفليه عشان كده. ما هو هتفليه ليه مثلا؟ هتقول لي ما حلقش ليه؟ انا مالي، انا ما تروح تقول له خليه يحلق. هو كانت ليه؟ ما هو كان منتن وقطع طريق. يعني مش عارف انا، هو ما حلقش ليه بقى؟ ما كانش معاه فلوس مثلا. وبعدين انت لسه فاكر؟ يعني انت امبارح ما عرفتش ترد ولا عرفت تفتح بقك وكنت قاعد ساكت، وجاي ترد عليا تاني يوم على ما يعني خدت الليل كله تدور لك على اجابه، وبرضك في الاخر ما جبتش اجابه مقنعه. انت يا ابني في ايه يا ابني يا حبيبي؟ انت امرك غريب بصراحه، يعني بصراحه مش عارف اقول لك ايه. من الواضح ان انت جاهل في كتابك. الامل من كتابك بتحول للؤلؤ. يعني انت عشان تبقى مع الرب لازم تبقى معفن وراسك تبقى مأملة، عشان دي بتحول للآلة. فهمت؟ عشان كده ابوكم فانوس عمره في حياته ما استحمى. ليه بقى؟ عشان كان الامل اللي في راسه بتحول للؤلؤ. اقتدوا بقى بابوكم فانوس بقى وتعلموا دينكم.